السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت اديكم نبذة صغيرة كده ان علاء خيري كمان عنده لانجري. تمام، عنده اندرات وعنده براهات، كلها ماركات، كلها براندات حلوة جدا جدا، وكلها حاجات معظمها مش مستعملة على فكرة. الحاجات دي مفيش منها حاجات مستعملة، ما اظنش. الحاجات دي جديدة حرفيا 100%. يعني انتوا لما هتروحوا هتتأكدوا من كلامي ده، انا بصيت في كل حاجة. الحاجات دي لو فيها استعمالات صدقوني مش هصورها، لا. مع اني يعني الوكالة كلها مستعمل، بس الحاجة دي حساسة قوي شوية. تمام. البراهات هنا قصدي الاندرات، عامل اي اندر في دول مستورد ماركة حلو جدا، عامل 15 جنيه. على فكرة شارع بولاق الجديد، شارع بولاق الجديد الحاجات دي غالية قوي يا بنات، غالية قوي. ففعلا حرفيا بتبقى من 35 وانتوا طالعين. ده بالنسبة للأندرات. البراهات بقى بتسمعوا أسعار خيالية جدا في شارع بولاق الجديد. بتسمعوا من 70 80 100 حاجات كده غريبة، يعني فاهمني؟ ليه؟ لأنها بصراحة ماركات. الله. طب ما في علاء خيري اهو بيبيعها بسعر كويس جدا، طب ما نجيب منه. تمام. وعلى فكره ناس كتير كانت واقفه بتقلب، الناس اللي واقفه دي جنبينا على البراهات. تمام. بس انا طبعا يعني بحذر جدا جدا في الموضوع ده، لان الموضوع ده حساس قوي قوي، ان حد ممكن يظهر وهو بينقي حاجه زي كده، يعني حاجه حساسه ما ينفعش. تمام. فعايزه اقول لكم يعني ان في ناس عارفه وبتروح وبتجيب حاجات اهي بالتيكت كمان، حاجات قطنية 100% والله يا بنات. وفيها حاجات يعني فيها حاجات زي كده. انا يعني بتكسف قوي من الكلام ده، فمعلش انا اعذروني ان انا مش عارفة اتكلم كتير. هي عامة اندرات. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، كلها والله ماركات، كلها حلوة قوي. انا طبعا يعني حاولت اجيب لكم اصور لكم على قد ما اقدر. بس انا يعني على فكره، ونصحته يعمل الحاجات دي على استندات برضو بيعملوها كده. بصوا ماركه اهي قدامكم، وحاجات نضيفه جدا، مش شايفه ولا مستعمل ولا الكلام ده خالص. كلها لا، حاجات جديده والله. تمام. ب 15 جنيه اي واحد. لو جيتوا تجيبوه بقول لكم من شارع بولاق الجديد، لان في حد قبل كده طلب مني شغل لانجري من الوكاله. تمام. وده ارخص شغل لانجري لقيته في الوكاله. في محل تاني في شارع 26 يوليو بيبيع الحاجات دي سعرها عالي جدا. انا نفسي وقفت مره عنده وعجبني حاجه قوي قوي قوي. كان قميص نوم. تمام. لقيته بيقول لي 180 جنيه، متخيلين؟ 180 جنيه. والله يا بنات انا لو كان قال لي حتى 100 كنت خدته، لكن لا، حسيت اني اوفر قوي ان ادفع 180 جنيه في قميص نوم من الوكالة. لا، طب انا اروح اجيبه جديد احسن، لاني غالبا القمصان يعني بتبقى ملبوسه. بصوا بقى هنا البراهات كلها ماركات والله العظيم، وكل المقاسات موجوده. البراهات عامله 35 جنيه. بس يا بنات ده المستورد اللي هو بيعدي ال 100 جنيه فعلا بره. تمام. في شارع بولاق الجديد بقول لكم بيبدأ من 70. في حاجات بيقول لكم 120 و130 و180 وحاجات غريبة كده، أسعار بقول لكم غريبة جدا. محل هناك مشهور برضو، لو رحتوا بولاق الجديد ودخلتوا هتلاقوه على اليمين كده، محل مشهور قوي هناك بيعمل لانجري بس. تمام. عنده بقى كل حاجه، براهات واندرات وقمصان نوم. برضو حبيت اديكم نبذه، لو عايزين تروحوا وتتاكدوا من كلامي ده روحوا وشوفوا وقارنوا الاسعار. يعني انا مش بجيب لكم حاجه وبقول لكم لازم تروحوا تشتروا من ده، لا، روحوا قارنوا الاسعار. بديكم اهو نبذه ان في محل في الحته الفلانيه وفي محل تاني في الحته الفلانيه، وروحوا قارنوا. يمكن اسعاره نزلت، يمكن، بس انا بقول لك في الحته الفلانيه باسعار كذا، وفي الحته الفلانيه باسعار كذا. وانت عليكي انت اللي تقارني وتشتري وتشوفي اللي انت عايزاه واللي يناسبك. تمام. ممكن يعجبك حتة عند الراجل ده تكون مش لاقيها عند علاء خيري، فهمتي قصدي؟ بس فانت ليكي اللي يناسبك. تمام. وانا ليا ادلك على اي حاجة في الوكالة، غالية بقى رخيصة، انا ده المحتوى بتاعي ده، ان انا ادلك على اي حاجة في الوكالة. تمام. معلش يا بنات، خدنا الكلام وما ذكرناش ربنا. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، وكمان نصلي على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين موديلات جميلة قوي والله العظيم، الموديلات دي غالية جدا بره. تمام. 35 جنيه وحاجات مستوردة وحاجات مضمونة جدا جدا من عند علاء خيري. أنا لقيته حاطط الكرتونتين دول، أنا بصراحة شفتهم كذا مرة عنده، بس كنت بتحرج أصور. فلقيت
انه لا ما فيهاش احراج خالص. قنوات كتير عامله الشغل ده وبتصوره، يعني مش ما فيهاش اي حرج. بصوا في مقاسات كبيره والله، وفي حاجات حلوه تناسب الكل والله. فلو رحتي فعلا هتلاقي اللي يناسبك. الكرتونه مليانه على فكره، وكرتونه كبيره قوي، الكاميرا مش موضحاها. دي كرتونه كبيره قوي، يعني انت ممكن تقعدي فيها، فاهماني؟ كرتونه كبيره كبيره، فممكن تقلبي كده من فوق لتحت وتطلعي كل اللي انت عايزاه. هتلاقي فعلا كل اللي انت عايزاه، وهتلاقي حاجات منهم. بصوا هتلاقي حاجات منهم تناسب عرايسي جدا جدا جدا. تمام. كل ما تقلبي هتطلعي موديلات، وهتطلعي حاجات واسعار خياليه بالنسبه لبره. تمام تمام. انا بقى لسه ما عرفتكيش على نفسي. لو انت اول مره بتشوفي قناتي، انا اسمي شيرين كمال، وعامله 3 قنوات محتواها محتوى الوكاله. تمام. بصور كل ما يخص الوكاله واسرار الوكاله، هتلاقيها على قنواتي. دي قناه واحده من قنواتي، وكل القنوات هتلاقيها في اول تعليق مثبت. بسيبها لك تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، بسيب لك عنوان الشباب، يعني بسيب لك لينكات قنواتي التانية، قناتين التانيين، وبسيب لك عنوان الشباب، وبسيب لك رقم علاء خيري او اي حد بصور عنده، بسيب لك رقمه، وبسيب لك هنا. بصي احنا هنا واقفين قدام متحف المركبات الملكيه في شارع 26 يوليو. طب فين ده اروح له ازاي؟ حضرتك هتركبي المترو، هتنزلي محطه مترو ماسبيرو. هو جنب محطه مترو ماسبيرو. كلميه اول ما تنزلي من المحطه، انت فين يا علاء؟ هيقول لك اهو، هيشاور لك لانه قدام المحطه. تمام كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك يا بنات، وشيروا الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.